السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم جبت لكم غادي نعمر معكم واحد جوج حوتات في الفران بالفيرميسيل اللي كيجيو رائعين ان شاء الله. خليكم معنا ويلا نمشيو نتقداوهم ان شاء الله ونرجعوا باش نصايبوهم. انا خرجت من الدرب، غادي نمشي للسويقه ناخذ الحوت. قلت غادي ناخذ حوته واحده كبيره. صافي من لقيت هذا زوين، داير 30 درهم الكيلو، والحوت ديالو بيض نتوما كما تشوفوا مالي البيض. الاعشاب هنايا الزعتر فليو. صافي تقديتهم، جيت تقديت هاد الجوجات، ملي لقيتهم رخاص 600 للكيلو جبتهم فيهم 2 كيلو. هنا جبت الكروفيت، جبت رابعه ديال الكروفيت، درت هاد غادي نديرها تسلق باش غادي نقيها ان شاء الله. غادي نقيها، الماء ديالها البنات راه ما غادي نحتفظ به، ما غاديش نلوحو. غادي الفيرميسيل هنايا درت فيها الزيت المقطع حامض مصير والمعدنوس، وغادي نزيد عليها هاد الكروفيت، وغادي نزيد عليها الهريسه، ونوريكم القوام اللي غادي ندير فيها. ودرت فيها واحد شويه ديال الثومه. صافي غادي نقي هاد الكروفيت وغادي ندوز باش نوريكم العطريه اللي غادي ندير في الشرموله ديال الحوت والعطريه اللي غادي ندير في الفيرميسيل. سمحوا لي ضربني البرد. جربوا من البنات، جاو رائعين والله العظيم. هاد الطريقه هادي بالخصوص. وفي الطاور غادي ندير غير البصله ومطيشه. صافي ما غادي ندير لا، ما غنفرش لا خيزو ولا حتى شي حاجه، حيت عندي 2 حوتات غير مريقه تكون خفيفه بفلفله والمطيشه. هانتوما كما كتشوفوا المعدنوس. هنا كنحتاج الحامض، فلافل، ورقه سيدنا موسى، مطيشه عاديه، مطيشه لو سيغيزم مقطعه، الحامض. هنا عندي المعدنوس والثومه. غادي نعصر واحد نص ديال الحامضه تما على حساب الحوت، ونص الحامضه الاخرى غادي نديرو في الفيرميسيل. ديما خص يكون فيها الحموضه والحروره. هنا كما كتشوفوا غادي ندير الهريسه. بالنسبه للعطريه غادي ندير التحميره هنا، وغادي نديرها هنا كما كتشوفوا غندير الكمون هنا والكمون هنا، البزار هنا والبزار هنا. صافي هنا ما غادي نديرش السكينجبير، غندير غير شويه مع الحوت. اما في الحشوه ما غاديش نديرو. الملحه درتها في الحوت وهنا ما غاديش نديرها حيت كلشي مالح. غادي ندير زويته بلديه، وغادي ندير واحد شويه ديال الماء. غادي نخلط هذيك الشرموله ديالي باش غادي نشرمل الحوتات. بالنسبه للحوت البنات هاد الكبارات الا بغيتو تعمروهم بالفيرميسيل زدت واحد شويه ديال الخرقوم، واحد شويه ماشي بزاف. بالنسبه للحوتات اللي بغيتو تعمروهم ما تحلهمش من الكرش ديالهم، ديما كيتحلوا من الظهر ديالهم. بالنسبه لهاد العماره زيدوا البنات فيها لاصوص ديال الصوجه كتجي زوينه. هنا الحوت غادي تشوفوا راني حليته من الظهر باش يعطيكم داك الاتساع فين غادي تعمروا الحوتات. اما لا حليتوها من الكرش ما كتهزش لكم الحشوه بزاف. انا غادي نوريكم كيفاش محلوله. ديما الحوت اللي بغيتو تعمروها حلوها من الظهر. انا غادي نوريكم قداش هانتوما شفتوا، يعني كتهز لك فيرميسيل. انا دابا درت باكيه ديال الفيرميسيل ديال الروز، تقدروا ديروا 2 باكيات راه غادي يقدوكم فيها. انا درت غير وحده ولكن عمرتهم مزيان. هنا في الطاوه غادي نفرش مطيشه غير باش ما يهز ليا شويه على الحوت ما يتحرقش. صافي وغادي نبدا نعمر بالفيرميسيل. كتعمروا تقدروا ديروا باكيه وحده في حوته وحده، غير ما انا معمرش مزيان يعني من جهه الكرش راه باقي خاوي. ديما الحوته ديما تحل من الظهر ديالها، الا كانت غتعمر ديما من الظهر ديالها. صافي غادي نعمرها وغادي نبدا ندير دوك الفلافل في الجناب، وغادي نزيد مطيشه، وغادي نزيد داك الحامض، وغادي نزيد ورقه سيدنا موسى. وهذيك العطريه اللي غتبقى ليا غادي نديرها من الفوق، نزيد عليها واحد شويه شي نص كاس ديال الماء في الطاوه، وغادي نزيد الزيت البلديه، وغادي نغطيها وغادي ندخلها الفران. وخليكم معايا اش غنقول لكم. جات معسله، جات رائعه، حيت فيها غير نص كاس ديال الماء طابت يعني على خاطرها. تكثروش البنات في الحوت في الخرقوم بزاف، درت واحد شويه راكم شفتوه حباش يدير اللون واحد شويه. ملي كان الخرقوم بزاف كيجي صفر ما كيجي زوين. انا غندير زويته بلديه من الفوق،
وغادي نغطي بورق الزبده هو الاول. عاد غادي ندير الالومنيوم من الفوق وغادي ندخلها الفران على عافيه مهيله. مره تطلع عليها، ما نبقيش زدت فيها الماء البنات حتى طابت مزيان. صافي كنحس بديك المريقه تاع السلات صافي وحيدت الطاوه. صافي غادي نغطي بالالومنيوم وغادي ندخلها الفران. يلا ان شاء الله ملي غادي طيب خليكم معايا. هذا الماء ديال الكروفيت ما غاديش خويا البنات غادي نديروه هنايا في هذه القرعه وغادي نخليه في الثلاجه حتى ندير به لاصوب اللي كندير، الصوبه ديال الخضره اللي كندير رفيتها دايرها معاكم. ما غاديش نلوحو، هو باش غادي نمرق الصوبه ديالي. بالنسبه للمرقيشه البنات هاد الوقيته راها غاليه كما كتشوفوا. ملي كتكون غاليه كندير لها هكا. ملي كنقشر مرقيشه كنجمعهم في البلاستيكات وكديروها كتعاودوا طيبوها في واحد الكسرونه وكطحنوها كتجي لاصوص واعره، تخدموا بها البيتزا، تخدموا بها اي حاجه. خليكم معايا حتى طيب الطاوه نوريكم الشكل النهائي. وهنا قررت واحد شليضه فلفل حلوه شويتها وبصيله خضراء ومطيشه. راه واخا مطيشه غاليه البنات راني كندير مطيشه وندير ما يمكنش ما تخدميهاش واخا تكون غاليه مطيشه. هذه هي الطاوه ديالنا غادي نديرها في طبق التقديم وغادي نوريها لكم ان شاء الله. وكما كتشوفوا راه كتبان لكم المريقه ديالها معسله بلا ما غادي نقول لكم ما حتى شي حاجه. هنا درت مطيشه ودرت في كيغدو ودرت خليت هاد الكروفيتات هكا غير مسلوقين البنات، ما مقليين ما والو، غير ملي سلقتهم حيدتهم نقصتهم من داك الشيء اللي سلقت باش غير الزواق وصافي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي، يعجبكم هاد الحوتات اللي حضرت معكم وجربوهم وجربوا العطريه اللي درت، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا راه كتجي رائعه. ديروا الطريقه اللي درت. هنا كندير طريفات ديال الحامض كتزين حيت الاخر كيطيب ما كيبقاش يبان. درت هادو خضرين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. الله يجازيكم بخير. والمشاهده راه طايحه لي لايك طايحين. الله يجازيكم بخير الله يحفظكم. راه حنا كنخرجوا هادشي من القلب باش نعطيوه ليكم وباش نوريكم شي حاجه اللي ما كيعرفش بنادم. راه بنادم ماشي كلشي بحال كلشي كيعرف يطيب. وكاين اغلبيه الناس راه كاين اللي ما كتعرفش حتى العجينه ديال الرفيسه ما كتعرفش تعجنها، هي فيها غير الملحه ما كتعرفش كيفاش تعجنها كيفاش دير لها. راه حنا كنجيبوا هادشي يعني كي كان نبغي نديرو كنبغيو نشاركوه معكم. وكنقول لكم مع السلامه وما تبخلوش عليا بلي لايك. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. وشكرا لكم ومع السلامه وباقي الجديد ان شاء الله.